انا متأكد انك ما عندكش اي مشكلة انك تقعد تلعب فيديو جيمز او تفتح تيك توك او تتصفح السوشيال ميديا وتشوف اخبار العالم والمشاهير اللي هم ما يعرفوش انك عايش اصلا، وتفضل تعمل ده لاكتر من 3 او 4 ساعات. طب ماذا لو قلت لك ممكن ناخد نص ساعة بس من الاربع ساعات دول للمذاكرة؟ لا، المذاكرة دي حاجة مملة جدا. طب نص ساعة تخلص الشغل اللي وراك؟ لا، مش وقته، وبعدين الشغل مش هيطير. يعني بص، سيبني نص ساعة وبعدين هقوم اذاكر، وفي الاغلب انا عارف وانت عارف ايه اللي هيحصل بعد كده. وبصراحة الموضوع منطقي، مفيش حد هيفضل انه يسيب اللعب والراحة ويروح للشغل والمذاكرة، لان عقلك دايما بيحاول يوفر الطاقة بتاعته وبيختار الطريق الاسهل بالنسبة له عشان يفرز هرمون الدوبامين. زي مثلا انك بدل ما تنزل الجيم وتشيل حديد وتتعب، لا انت ممكن بفيديو صغير لا يزيد عن 30 ثانية تفرز نفس كمية الدوبامين اللي كنت هتفرزها لو رحت الجيم او ذاكرت او خلصت مونتاج الفيديو اللي لازم ينزل كمان يومين. ولكن ماذا لو قلت لك ان في طريقة تقدر تقنع بيها عقلك انه يقوم بالمهام الصعبة بدل من المهام السهلة؟ الاول عشان نعرف نخدع عقلنا او نتفوق عليه، لازم الاول نعرف هو ازاي بيشتغل. لازم تعرف ان كلمة هارد وورك او العمل الجاد يعني نوعين من المقاومة. النوع الاول وهو المشاعر السلبية. فكر في عقلك على انه طفل صغير. لما طفل صغير ما ياخدش الحاجة اللي هو عايزها بيعمل ايه؟ دماغنا بتشتغل بنفس الطريقة. لما الحاجة اللي المفروض نعملها تكون صعبة، دماغنا بتبدأ رحلة المماطلة في عمل الشيء ده. النوع التاني وهو شعور الأنا أو غرورك الداخلي. عقلنا دايما بيحاول انه يبعدنا عن الحاجات الصعبة اللي ممكن تقلل من نظرتنا لنفسنا. يعني مثلا تخيل معايا واحد طول حياته شايف انه قوي جدا وانه شاطر في كل حاجة بيعملها، وبعدين قرر انه هيعمل حاجة خارج منطقة الراحة بتاعته، زي انه مثلا يروح الجيم او انه يطلع على الستيج ويتكلم قدام ناس كتير. عقلك بدون اي مقدمات هيرفض ده، لانك لو فشلت في الحاجة دي ده هيقلل من شعورك انك بتعرف تعمل اي حاجة وانك الافضل دايما، وده هيخليك تشيل فكرة انك تعمل الحاجة دي من دماغك خالص. طب ايه الحل؟ خلينا نبدأ بالمشاعر السلبية. عقلنا بيقوم بمجموعة من الحسابات اللانهائية وبيبذل قدر كبير من الطاقة في التفكير للوصول للهدف النهائي. ولكن ماذا لو غيرنا الموضوع لانه مش لازم يوصل للهدف النهائي؟ ابسطها لك. يعني مثلا بدل ما اقول انا هقرأ شوية في الكتاب المعين ده، لا انا هقول انا هقرأ صفحة واحدة من الكتاب ده. او انك بدل من انك تعمل 20 عدة ضغط، لا نخليهم 5 بس. او انك بدل ما تجري لمدة ساعة خليهم لمدة 15 دقيقة بس. جيمس كلير سمى الموضوع ده قاعدة الدقيقتين، واللي كنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات. فأول طريقة هي انك تقسم المهمة الكبيرة اللي عايز تعملها الى مهام صغيرة، وساعتها خوفك من انك تفشل في الحاجة دي هيقل بنسبة كبيرة. الطريقة التانية وهي انك تستعد. يعني على سبيل المثال لو انت مكسل تنزل الجيم النهاردة، جهز نفسك. يعني جهز شنطة الجيم بتاعتك، غير هدومك، البس جزمة الجيم، حضر مفاتيحك. ركز، انا ما قلتش اني هروح الجيم، انا بس بحضر شنطة الجيم. واول ما تعمل كده هتلاقي انك بقيت عايز تروح الجيم، لانك جهزت كل حاجة، والموضوع بقى اسهل من انك تاخد قرار انك هتروح الجيم وانت نايم على السرير. الطريقة الثالثة وهي كافئ عقلك. افتكر علينا زي الطفل الصغير. يعني انك تقول لنفسك انك بعد ما تذاكر لمدة ساعة واحدة بس هتمسك التليفون وتتفرج على فيلم. ده هيخليك تقوم تذاكر عشان تاخد المكافأة. او انك تقول لنفسك انك مش هتخرج مع اصحابك الا لما تخلص المذاكرة بتاعتك. الطريقة الرابعة، خلي الموضوع ممتع او مسلي. يعني بدل ما بتذاكر على المكتب بتاعك والموضوع بيبقى ممل، ممكن تتصل على صديق ليك وتذاكروا سوا. او انك بدل ما تذاكر في البيت روح مكتبة او مكان حلو وهادي وتقعد تذاكر فيه. وده هيخفف نسبة الخوف بتاعتك من انك تفشل في الحاجة دي، لانك بتعملها لانك بتستمتع بيها مش بس لانك لازم تعملها. وبس. لو وصلت لنهاية الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. ولو عايز تختار موضوع الفيديو الجاي اكتب لي في الكومنتات. ودمتم سالمين.